الساعة كانت قبل الفجر بشوية. أبو بكر واقف مستني أخوه عشان يروح يصلوا زي كل يوم، لكنه ما كانش يعرف إن اليوم ده هيغير حياة قرية كاملة للأبد. 10 أشخاص يقتلوا بنفس الطريقة وفي أقل من ساعة، ولحد النهاردة محدش عارف القاتل الحقيقي مين. سنة 2005 بالتحديد، يوم 29 ديسمبر، في قرية بدر الدين التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا. في هناك راجل اسمه أبو بكر عبد المجيد. أبو بكر ده كان بينزل يصلي الفجر كل يوم، وهو وأخوه اللي اسمه طه. دايما متعودين إنهم بيروحوا يصلوا الفجر وبعد كده يطلعوا على والدتهم اللي اسمها الحاجة هند، يفطروا معاها، وبعد كده يروح أبو بكر يفتح الفرن بتاعه لأنه كان شغال خباز، وطه يطلع على شغله عادي جدا. لكن في اليوم ده أبو بكر فضل مستني طه أخوه، لكن طه ما جاش على سعادته. فراح أبو بكر صلى الفجر لوحده وجاب الفطار وراح على شقة أمه الحاجة هند زي ما متعود كل يوم. ولما راح لشقه والدته فضل يخبط كتير جدا، لكن ما كانش في حد بيرد عليه. قرر ابو بكر انه يطلع مفتاح الشقه ويفتح ويدخل عشان يشوف فيه ايه. واول ما دخل لقى نور الشقه كله مطفي، فاستغرب وبدا يقلق، خصوصا ان والدته عمرها ما كانت بتطفي النور كله بتاع الشقه، خاصه نور الصاله. قرر انه يدخل الاوضه علشان يشوف يمكن تكون نايمه ولا حاجه، لكنه لما دخل لقى امه سايحه في دمها في الاوضه وبطنها مفتوحه والشقه كلها مرميه على الارض جنبها. وكمان لقى اخوه طه جنب امه وكانت دماغه مشوهه نصين، العضو التناسلي بتاعه مقطوع. طبعا ابو بكر ما قدرش يستوعب اللي شافه، بدا يصوت بطريقه هستيريه لحد لما جاله صدمه عصبيه وقع مكانه مغمى عليه. وفي البيت اللي جنبهم طلع منه برضه نفس صوت الصويت العالي جدا في نفس الوقت. البيت ده كان بتاع راجل مزارع اسمه الحاج محمد عبده، عنده 50 سنه. بناته برضه صحي لقوه ميت ورقبته مقطوعه برضه، وعضوه التناسلي برضه مقطوع. وجنبه مراته صباح عبد الوهاب اللي كانت هي كمان مذبوحه وبطنها مقطوعه من وسطها لحد عضوها التناسلي. ده حتى اخر اطفال ما نجوش من الرعب ده. الاطفال دي هو احمد عنده 10 سنين وفاطمه 8 سنين اللي لقوهم مذبوحين بنفس الطريقه، وبرضه بطنهم مقطوعه واعضائهم التناسليه متشاله. وبعد نص ساعه بالظبط من وقوع اول حادثتين يجي ابن الواحد اسمه يحيى ابو بكر، كان ساكن جنب البيتين اللي حصل فيهم اول حادثتين بتوع الحاجه هند والمزارع محمد عبده. الولد ده اسمه احمد، واحمد من حظه الحلو انه في الليله دي كان بايت عند جدته، وكان رايح البيت الصبح عشان عنده مدرسه، بيروح يغير هدومه وياخد كتب من المدرسه ويطلع على مدرسته. لكن اول لما دخل الشارع لمح لمه كبيره جدا. بدا احمد انه يقلق لان الدنيا يعتبر لسه الفجر اللي مصحي الناس دي كلها، وهي اصلا اللي لمهم كلهم في الوقت ده بالذات. المهم ان احمد بدا انه يتجه على بيته وفتح شقته ودخل. واول لما دخل من باب الشقه لقى امه وابوه واخواته الاثنين سايحين في دمهم في الصاله. ابوه كان اسمه يحيى ابو بكر، كان مدرس عنده 45 سنه، وجنبه امه اللي اسمها نعمات وعندها 35 سنه، محمد 3 سنين، واسماء عندها سنه واحده. وابنهم احمد اللي شاف المنظر ده كان الناجي الوحيد عنده 13 سنه. والغريب انهم كانوا مذبوحين بنفس الطريقه، دماغهم مقسومه 2، بطنهم مفتوح، اعضائهم جنبهم، واعضائهم التناسليه مقطوعه ومتاخده. وزود على كده بقى ان الام اللي اسمها نعمات كانت صوابع ايدها كلها متشالة. الحادثه دي طبعا عملت ضجه كبيره جدا، لان هي ما كانتش مجرد حاله وفاه عاديه او حتى جريمه قتل، لا دي كانت مجزره فعلا. وكمان في نفس المكان، يعني اللي موتهم كان بينتقل بين البيوت، يخلص ويطلع البيت اللي بعده وهكذا. والغريب بقى اكتر انهم كانوا بيلاقوا جنب كل جثه حمامه مقطوع راسها مرميه جنب الضحيه. طبعا قضيه صعبه جدا، خصوصا ان اللي عمل كده مش هيكون اي حد، لا ده في الغالب دكاتره ودكاتره شاطرين جدا كمان، لان الاعضاء اللي كانت متاخده مش اي حد يقدر انه يستأصلها كده وخلاص، لا لازم تتقطع بطريقه معينه وتتحبس في درجه حراره معينه عشان تفضل سليمه. ده غير قطع البطن اللي كان في منتهى الدقه، والطب الشرعي قال ان الجرح اللي كان في البطن كان متقن جدا وكان في خط مستقيم بدون اي انحناءات، يعني حتى ايده ما اترعشتش. الحادثه دي عملت حاله من الفزع بين اهل المنطقه اللي كانوا مقسمين نفسهم لمجموعات وعاملين شيفتات حراسه في المنطقه، وكانوا حرفيا ما بيناموش من الرعب والخوف. طبعا الناس بدات انها تحط اسباب للحادثه من دماغها. في منهم اللي قال ان في واحد اكتشف كنز فرعوني، والجن الحارس للكنز ده هو اللي طلب منه انه يقتل ال9 اشخاص ويجيب اعضائهم التناسليه. في ناس تانية قالت ان اللي عمل كده عصابه تجاره اعضاء، خصوصا ان اهل المنطقه قالوا من حوالي اسبوعين جت عربيه اسعاف كانت بتاخد عينات دم من بعض الناس، وكانت بتعمل شويه علامات مش مفهومه على البيوت. والغريب بقى ان وزاره الصحه نفت خروج اي عربيه اسعاف من عندها للمنطقه دي. لكن المفاجاه ان بعد حوالي 4 أو 5 ايام من الحادثه وزاره الداخليه طلعت بيان على القنوات المصريه بتقول انهم لقوا القاتل، وان هو شاب اسمه محمد احمد عبد اللطيف عنده 27 سنه، والشاب ده كان مش متعلم وعاطل. وقالت الحكومه المصريه ان محمد شخص غير عاقل وعنده انفصام في الشخصيه، وفي وقت من الاوقات كان بيتعالج في مستشفى للامراض العقليه والعصب. وقالت التحقيقات ان محمد كان بيطلع لبيوت الضحايا عن طريق سلم خشب، كان بيقطع الجثث بالساطور، وكمان قالوا انه نسي الجزمه بتاعته في مسرح الجريمه. لكن في ناس كتير جدا كانت بتقول ان مش محمد هو القاتل، وان اللي عمل كده حد تاني غير محمد، لان هم بيقولوا ان مستحيل شخص واحد
يخلص على 10 اشخاص من 3 عائلات مختلفه في وقت واحد بالدقه دي. وكمان بيبقوا عدد مع بعض، يعني مثلا 3 4، يعني وارد جدا ان واحد يضربه ويحاول يقاوم اي حاجه. بالرغم من كده ما كانش فيه اي اثار لحاجه زي كده عن محمد، حتى الضحايا ما كانش فيها اي اثر لمواد مخدره مثلا، وده اللي قاله الطب الشرعي. وقال كمان ان القاتل كان بيعتمد على ضربه قويه اسفل الراس بتؤدي الى فقدان في الوعي وبيبدا يفصل الاعضاء بعدها. محمد مش متعلم، فازاي كان عارف يفصل الاعضاء بالدقه اللي كانت مفصوله بيها دي؟ زي ما قلت لك مش طبيعي طبعا، خصوصا ان تقارير الطب الشرعي قالت ان اللي عمل كده شخص محترف في الجراحه، يعني بالعربي جراح كبير. الشخص لا بيعرف يقرا ولا يكتب ولا عنده مشاكل نفسيه. وبسبب اختلاف التحقيقات بدا يبقى في غضب شديد في الراي العام، لان الناس قالت ان الحكومه عايزه تشيل الجريمه لاي حد وخلاص عشان تشيلها من على دماغها، لان القضيه كانت كبيره جدا ولازم تتلم. وقتها في محامي في مجلس الشعب اسمه طلعت السادات قرر انه يتبنى قضيه محمد ويكون هو المحامي اللي بيترافع عنه في المحكمه، ورفع قضيه ضد الحكومه المصريه بسبب التاثير في التحقيقات، خصوصا بعد لما جاب شهاده من جامعه عين شمس. الشهاده دي بتقول ان محمد او غيره مستحيل يعملوا جرائم القتل دي في الوقت الصغير ده. بعدها طلعت السادات عمل مؤتمر كبير جدا قدام كل شاشات التلفزيون والصحافه المصريه، وكان معاه محمد وقتها. محمد قال ان الداخليه هي اللي اجبرته انه يعترف ان هو اللي عمل الجريمه دي بعد لما تعرض هو واهله للضرب والتعذيب الشديد جدا، لكن كل ده ما فادش بحاجه. ويوم 1 من شهر يونيو سنه 2006 النائب العام اصدر قرار باحاله الجاني محمد لمحكمه الجنايات بتهمه قتل 10 اشخاص في قريه بدر الدين بمركز بني مزار محافظه المنيا، بعد لما اثبت سلامه قوته العقليه من مستشفى الامراض العقليه في القاهره. خصوصا كمان ان كان في شهود قالوا ان اللي عمل الجريمه هو محمد فعلا، وبقى محمد في مواجهه جريمه قتل 10 اشخاص مع سبق الاصرار والترصد، بعد لما طلع للبيوت بسلم خشب وخلص عليهم باستخدام سكينه وساطور. والحكومه فعلا لقت الحاجات دي في بيت محمد. النيابه كمان قالت ان محمد اعترف ومثل الجريمه زي ما حصلت بالظبط، وقال كمان على المكان اللي دفن فيه الاعضاء بتاعت الجثث، وقال انه دفن اعضاء يحيى وابنه في الدور الاول، اما الاعضاء بتاعت طه واللي كانوا معاه دفنهم فوق السطح، لانه قال انه ما قدرش يدفنهم في الدور الارضي زي ما عمل مع يحيى وابنه عشان الارضيه كلها كانت سيراميك. اما الادوات اللي كان بيستخدمها فقال انه رماها في ترعه الابراهيميه. بس اقف هنا، ازاي الحكومه قالت انهم لقوا السكينه والساطور في بيت محمد ومحمد بيقول انه رماهم في ترعه الابراهيميه؟ حاجه غريبه صح؟ المهم الحكومه كمان قالت ان محمد بعد لما خلص على الجثث راح لاخته وهدومه كلها كانت مليانه دم، واخته خدت هدومه وغسلتها له. وفي واحد من الشهود قال انه شافه جنب بيت يحيى الساعه 12 بالليل، لكنه ما قدرش يتاكد ان هو، لان كان الجو ليل وما كانش قادر يشوفه كويس. واتحبس محمد وكانت اول جلسه اليوم 17 يونيو سنه 2006، لكن الجلسه اتاجلت ليوم 3 سبتمبر بعد لما حصل شويه حاجات قلبت الدنيا اخطر على الحكومه. من ضمن الحاجات دي ان خبير الاحذيه اللي الحكومه جابته عشان يشوف هل فعلا الجزمه اللي لقوها في مسرح الجريمه بتاعت محمد ولا لا، قال ان المقاس بتاع الجزمه 45، اما مقاس الجزمه اللي لقوها كانت 42، يعني مستحيل حتى تخش في رجل محمد. فازاي بقى جزمه محمد؟ ده غير ان المستشار طلعت السادات قبل المحاكمه بكام يوم اتعرض للضرب قدام المحكمه، وراح عمل بلاغ في مدير امن المنيا بالتقصير في حمايته، وطلع في احدى القنوات قال ان مش محمد هو اللي عمل الجريمه، وان الجريمه دي اتلفق لمحمد بسبب اسباب سياسيه، وقال ان اللي عمل الجريمه دي هي عصابه متمرسه في سرقه الاعضاء، وان الاعضاء اللي اتاخدت من الجثث دي اتهربت في ثلاجه على اسرائيل. وقال كمان انه مش هيسيب حق محمد مهما يحصل. ومن الاربع 6 ديسمبر سنه 2006 كان ميعاد الحكم على محمد في اجواء كانت متوتره جدا. بعد المحكمه وقتها كانت مليانه بالصحفيين ووكالات الانباء والقنوات التلفزيونيه، وبدات المحاكمه واعلن المستشار محمد عبد الرحيم ببراءه محمد احمد عبد اللطيف من التهم الموجهه اليه، وقال ان ملف التحقيقات ما فيهوش دليل واحد بدين محمد، وقال ان في تضارب بين تقارير الطب الشرعي وتقارير الطب النفسي. وقام محامي محمد وقتها وقال ان الحكم ده واحد من الاحكام التاريخيه اللي تتنسب للقضاء المصري، وقال ان تصور الحكومه المصريه للحادثه كان اشبه بسيناريو لفيلم خيالي. وبعد المحاكمه وزير الداخليه حبيب العدل قرر عدم رجوع محمد للقريه مره ثانيه، لان اهل القريه كانوا معتقدين ان محمد هو القاتل، وبعتوا على دبي عشان يكون بعيد عنهم ومحدش يقدر يأذيه. ولحد النهارده محدش عارف مين اللي عمل كده، لكن بنسبه تتخطى 90% ده مش واحد لوحده، لانه صعب جدا انه يموتهم ويخرج اعضائهم بالمنظر ده كله في الوقت القليل ده كله لوحده، خصوصا ان الطب الشرعي قال ان ما كانش فيه اي اثار لمواد مخدره بجسم الضحايا، وان القاتل كان بيضربهم على دماغهم فيفقدوا الوعي. في بيوت كانوا بيبقوا مجموعه زي ما قلت لك 2 أو 3، فازاي ما كانش في حد فيهم قدر انه يقاوم القاتل ده وهم 3 مثلا، او حتى لو 2 ما كانوش قادرين عليه؟ ففي الواضح ان هم كانوا مجموعه مع بعض، لكن وزاره الداخليه بكل امكانياتها دي ما قدروش يوصلوا للي عمل كده، وفي الاخر اتقفلت القضيه ضد مجهول. في النهايه الله يرحمهم، وما تنساش تدعي اخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان، ولو مش مشترك في القناه اشترك، وما تنساش تفعل زر الجرس وستنى كل جديد. سلام.